هنعمل مع بعض النهاردة طبق بابا غنوج بطريقة رائعة. بجد طعمه تحفة جدا وشكله زي ما انتوا شايفين كده بيتكلم عن نفسه. هنعمله بطريقة حلوة قوي. مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. يلا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعمله ازاي. معايا 3 وحدات من البتنجان، هشويهم على الشعلة بتاعة البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. لو حابة تشويها في الفرن مفيش مشكلة، بس الطريقة دي بتسهل معايا وبتخلص بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما شويت البتنجان قشرته وشطفته تحت الحنفية. بعد كده هنقطع بقى الحتة اللي هي الخضرة بتاعته دي. بعد كده هنهرسه بالشوكة او بالسكينة كويس قوي. خلاص كده البتنجان بقى ناعم معايا، فرمته كويس قوي بالسكينة. بعد كده هنجيب بقى حاجة غويطة شوية او حاجة كبيرة وهنفضي فيها البتنجان. بعد كده هعصر عليه ليمونة كبيرة. ممكن تزودي في الليمون تاني اكتر من كده مفيش مشكلة، بس انا هكتفي بعصير ليمونة واحدة بس. بعد كده هحط برضو معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناعمة، وبصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات صغيرة، وحبيتين من الطماطم برضو مقطعاهم مكعبات صغيرة، وتلات 4 قرون فلفل مقطعاهم برضو حتت صغيرة، وحوالي معلقتين كبار من ورق البقدونس فرماهم ناعم، ونص كوباية من الطحينة. الطحينة دي طبعا انا خفاها، ما هيش طحينة خام. بعد كده معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ونص كوباية من الزيت. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي. طبعا كمية الخضار اللي انت هتحطيها على البتنجان دي ترجع لك انت حسب كمية البتنجان اللي انت عاملاها. مش عايزة اقول لكم بقى الخلطة دي كده مع بعضها طعمها بجد حكاية. وطبعا قبل ما هنغرفها ونقدمها لازم ندوق الملح بتاعها، نشوف لو محتاجة ملح تاني نزودها. خلاص كده هفضيها بقى في طبق التقديم، وهنسويها بالمعلقة كويس قوي. بعد كده هنحاول نعمل لها شكل كده من الجناب زي وردة كده. طبعا انا بعمل الشكل ده علشان بيتملي بعد كده من الطحينة والزيت، بيبقى شكله تحفة بجد، بيبقى شكله جميل قوي. هجيب بقى شوية من الخضار، كنت مبقياهم كده من الخضار اللي انا ضفته عليها، وهحطهم في النص يعملوا شكل. بعد كده هجيب الطحينة وهزود على وشها شوية، وهجيب برضو معلقتين من الزيت وهرشهم على الوش. الكلام ده طبعا بيدي شكل وطعم تحفة جدا بجد للبابا غنوج. حقيقي هتاكلوا منه ومش هتبطلوا. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوه، وبألف هنا وشفا.